السلام عليكم. نزل خبر جديد من رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بإلزام أصحاب المهن الحرة والمنشآت الفردية بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وآخر ميعاد للسداد والتسجيل في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني هو 15 ديسمبر. وبنتكلم مين على المهنة الحرة دي؟ بنتكلم على المهندس، المحاسب. طبعا المهندس هنا المهندس اللي هو فاتح شغل خاص بيه ومهن حرة خاصة بيه، زي المهندس المعماري وغيره. وبنتكلم على المحاسب، المحاسب القانوني والمحامي والفنان والاستشاري وجميع أصحاب المهن الحرة. كل دول ملزمين بإن هم يسجلوا في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وآخر ميعاد للتسجيل هو 15 ديسمبر 2022. وقال كمان رئيس مصلحة الضرائب إن ده يعتبر المرحلة الأخيرة من المراحل بالتسجيل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإن هو لن يعتد بأي فاتورة ورقية من 1 إبريل 2023، وإن ابتداء من أول السنة هيبقى كل الشركات وكل المنشآت الفردية ملزمة بالتسجيل سواء في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وإن كل شخص بيتعامل مع شركات هو ملزم بالختم الإلكتروني، وكل فرد بيتعامل مع أفراد ملزم بالإيصال الإلكتروني. وكنا شرحنا قبل كده الفرق بين الفاتورة الإلكترونية أو الختم الإلكتروني وبين الإيصال الإلكتروني. وقال كمان إن لن يعتد برد الضريبة ولا الخصم الضرائب ولا حتى في الإقرار الضريبي من بداية من 1 إبريل 2023، وإن أي شغل هيتم عن طريق الفواتير الورقية للأشخاص المسجلة والملزمة بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية لن يعتد بالفواتير الورقية. عشان كده مهم جدا وانت بتتعامل مع شركات او افراد مسجلين، سواء حتى عندهم بطاقة ضريبية او سجل تجاري، لازم تخش وتتأكد في الاول هل ملزم بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية ولا لا. عشان لو ملزم وادالك فاتورة ورقية يبقى الفاتورة الورقية دي كأن لم تكن، ومش هتقدر ساعتها ان انت تتعامل مع الشخص ده. فضروري جدا ان انت تبحث عن الشخص وانت بتتعامل معاه، ومن الافضل ان يكون كل تعاملاتك كلها بالفاتورة الالكترونية او الختم الالكتروني، عشان تبقى خارج بره الموضوع ده كله. خصوصا كمان الناس اللي بتشتغل في التصدير، فرد الضريبة بالنسبة لهم مهم جدا ان يكون مسجل في الفاتورة الالكترونية بالنسبة للمشتري، مش البايع بس، لا المشتري كمان يكون مسجل فاتورة الكترونية عشان تقدر ترد الضريبة بتاعتك. وقال رئيس مصلحة الضرائب ان انت لو في اي مشكلة بالنسبة لك تقدر تتصل ب 16 395 او من خلال البريد الالكتروني بتاع مصلحة الضرائب، وهحط لكم البريد الالكتروني في اول تعليق تحت الفيديو.